أي حدا بيهمه اللقاء هذا يشارك رابط الحلقة لحتى زملائكم وأصدقائكم يستفيدوا من هالمعلومات اللي أكيد رح تهم الجميع، مهما نحن شفناها بسيطة ولكن هي جدا مهمة لحياتنا جميعا ومهما كانت فئات الأعمار. لحتى تنضموا لنا فيكم تنضموا عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101، أيضا عبر البث المباشر على صفحة الإذاعة راديو بوير وبوير عربي، عبر كومنت رح نجاوب على أسئلتكم، أيضا عبر الواتساب برسالة رح نجاوب على سؤالكم. أيضا فيكم تكتبوا أي سؤال عبر الواتساب 093 82 80 81 4. أرقامنا ظاهرة على الشاشة طبعا كلها موجودة. ومستمعينا رح نبلش هلأ بلقائنا. أنتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. يا ترى دكتورة، لو كما دخلنا موضوعنا، شو هو داء السكري؟ كتير بنعرف انه والله الشخص الفلاني معه سكري، يا ترى شو هو وشو هن هالأنماط هاي؟ تمام. هلا بالبدايه الداء السكري باخر دراسات احصائيه صارت حول العالم يعتبر من اشيع الامراض الاستقلابيه والامراض المزمنه اللي ممكن تصيب الانسان. يقدر عدد المصابين بالداء السكري حول العالم تقريبا 350 مليون مصاب بالداء السكري، ويتوقع الوصول الى رقم 500 مليون مصاب بحلول عام 2030. فقدام هي الارقام نحن صراحه نعتبر الداء السكري من اهم الامراض ومن اشيع الامراض، وبيكون واجبنا كتير كبير نحن نوقف من تطور الداء السكري ونضبط عوامل الخطورة من بداية التشخيص، أو حتى ضبط عوامل الخطورة عند العالم المعرضين للإصابة بالداء السكري. فهو من أشيع الأمراض، ودائما أي طبيب سواء كان طبيب غدد أو طبيب داخلية كتير مهمة إنه نحن نكشف عن العالم الغير مشخصين أو حتى العالم المعرضين للإصابة. فهو من أشيع الأمراض. بالنسبة للأنماط، دائما نحن من بداية التشخيص المريض لازم يعرف حاله أي نمط هو من نمط الداء السكري، لأنه الفرق بين النمطين مهم جدا لوضع العلاج والخطة العلاجية المناسبة ولدراسة الاختلاطات لكل نمط على حدة. بالنسبة للأنماط، أشيع نمط هو النمط السكري من النمط الثاني. الداء السكري من النمط الثاني هو أشيع شيء، تقريبا خلينا نقول يتجاوز 70% من نسبة المصابين بالداء السكري. النمط الثاني بنشوفه أكثر شيء عند العالم خلينا نقول أكبر من عمر 40 سنة. أغلب هدول المرضى بيكون عندهم عوامل خطورة مهمة مثل القصة العائلية. عندنا مثلا الأم، الأب، الأخوات، العمام، الأخوال مصابين بداء السكري، فالقصة العائلية كتير مهيئة أو سبب مهم للإصابة بالداء السكري من النمط الثاني. أيضا هذا المريض، أغلب المرضى من النمط الثاني بيكون في عندهم زيادة بالوزن، هي المؤهبة للداء السكري النمط الثاني. على عكس الداء السكري النمط الأول اللي بيكون عدد الإصابة أقل، يعني تقريبا لا تتجاوز خلينا نقول 30% من عدد المصابين بالداء السكري. النمط الأول بالعكس بنشوفه عند الأطفال، عند الشباب، عند الصغار بالعمر. هو نمط معتمد على الأنسولين، علاجه حصرا بالأنسولين. المريض بيكون عليه علامات عوز أنسولين، بيكون المريض نحيل، عنده علامات هدم، جسمه كتير ضعيف هزيل. هذا الشيء بيوجهنا أكتر للنمط الأول. فمن بداية التشخيص مهمتنا كأطباء سكري نحدد هذا النمط هو نمط أول معتمد على الأنسولين، نمط ثاني غير معتمد على الأنسولين بالبداية، بحاجة أيضا لمراقبة وعلاج، ولكن ليس كخطوة أولى أنسولين. تماما. دكتورة، ممكن توضحينا أنه شو هو العضو المسؤول، باعتبارك ذكرتي موضوع الأنسولين ومادة الأنسولين، شو هو العضو المسؤول على إفراز مادة الأنسولين؟ البنكرياس الموجود بجسم الإنسان بيحوي على جزر لانجرهانس فيها خلايا ألفا بيتا دلتا. الخلايا بيتا هي المسؤولة عن إنتاج هرمون الأنسولين اللي هو الأساس بالآلية الإمراضية للداء السكري، سواء كان عوز أنسولين اللي بنشوفه عند النمط الأول أو مقاومة على الأنسولين اللي بنشوفه عند مرضى النمط الثاني. فالجزر لانجرهانس الموجودة بالبنكرياس هي المسؤولة عن إنتاج الأنسولين بجسم الإنسان. تماما. دكتورة، الأعراض اللي بتظهر على مريض السكري أحيانا بتشوفي إنه في مرضى عندهم الحالتين. في مرضى عندهم هبوط سكر، في عندهم ارتفاع. تماما. شو هن الأعراض اللي بتظهر على مريض السكري؟ هلا الشغله اللي ممكن العالم يستغربوها انه 90% من مرضى الداء السكري خاصه ببدايه التشخيص هن مرضى غير عرضيين، ما عندهم اي عرض. لحتى الداء السكري سكر الجسم يتجاوز عتبه الكليه بوصول ارقام سكر اكثر من 180، فهم ببلش المريض يطلع عنده اعراض لها علاقه بارتفاع السكر تجاوز العتبه الكلويه. ببلش المريض يصير في عنده زياده عدد مرات التبول
تبول، جفاف في الفم، عطش، طلب الماء، ممكن تبدل بالوزن. فهون المريض غير انه هو صار عنده مرض سكري، غالبا هو صار متقدم على العتبة الكلوية. أيوة. ففي عندنا كتير من المرضى غير عرضيين، مشان هيك نحن التوصيات العالمية بتجبرنا انه اي مريض فوق 40 سنة حتى من دون وجود اعراض لازم يعمل تحليل سكر، من دون وجود اي عامل خطورة، من دون وجود اي عرض لازم يعمل تحليل سكر، لانه ممكن كتير السكر يكون موجود وغير عرضي. فبالنسبة للاعراض، اول شيء في نسبة كتير كبيرة غير عرضية. لما نتجاوز عتبة الكلية في عندي اعراض بوال، سهاف يعني طلب الماء، العطش، جفاف الفم، ممكن التعب العام لانه السكر رح يأذي لي كل جسمي. للاسف في نسبة من المرضى بيكتشفوا باختلاطات الداء السكري. ممكن يجينا مريض عنده اعتلال اعصاب، صار عنده اعتلال اعصاب اكتشفنا انه هو سكري. يعني خليني اقول انه بالعكس، راح عند طبيب عصبية بسبب خدر وتنميل باليدين والقدمين، اكتشفنا انه هو مريض سكري. ممكن مريض لا سمح الله عامل شبكات قلبية او قلب مفتوح، لحظة العملية اكتشفنا انه هو داء سكري. فممكن مريض غير عرضي، مريض عنده اعراض عامة مثل التعب، تعدد التبول، العطش، جفاف الفم، وممكن مريض للاسف مكتشف باختلاطات. بيكون احيانا خلينا نسميه صامت مثلا. هو صامت تماما. دكتورة، هي ثقافة اجراء التحاليل الطبية ومراجعة الاطباء بشكل دوري للاسف مستمعينا، وحتى يجوز يعني نبلش من حالنا. ربما هالحالة هي ما ممكن ما نعمل تحليل. اكيد. واغلب الامراض احيانا بتكتشف نتيجة صدفة. بالصدفة تماما. مشان هيك في كتير مرضى مثلا بيفوتوا ليعملوا لنفترض جراحة مرارة، بالصدفة بنعمل تحليل سكر بيطلع عالي، فهن هدول مرضى غير عرضيين للداء السكري، ما عندهم أعراض، صدفة عملنا تحليل طلع سكر عندهم. فمشان هيك في عندي توصيات عالمية مجبورة التزم فيها. كل شخص فوق 40 سنة حتى من دون أعراض، حتى من دون عوامل خطورة، لازم أعمل تحليل سكر. تماما. دكتورة، الأسباب هلأ بأي حالة بأي مرض ما يعني نحكي عن موضوع الأسباب، نتطرق لموضوع الأسباب. يا ترى شو هي الأسباب الإصابة أو العوامل المسببة وعوامل الخطورة؟ تماما. هلا أول شيء النمط الأول خلينا نبلش فيه، لأنه السبب هو سبب مناعي. في عندي أضداد مناعية أو التهاب مناعي عم يهاجم البنكرياس، عم يمنع البنكرياس من إنتاج هرمون الأنسولين، فبيطلع عندي بأعمار صغيرة وبسبب مناعي. في عندي إصابة مناعية طورت عندي داء سكري من النمط الأول. هون عوامل الخطورة غير قابلة للضبط، لأنه أنا طفل صغير عنده إصابة مناعية، ما فيني أضبط هذا العامل الجيني خليني أقول أو العامل المناعي. هون أنا هدفي بس العلاج والوقاية والمراقبة، ولكن أنا يعني ضبط عامل خطورة طبيب ما في يضبط هذا العامل. نجي على النمط الثاني. أشياء أسباب يعني الآلية الإمراضية بالنمط الثاني هي المقاومة على الأنسولين. البنكرياس عم ينتج كميات كبيرة من الأنسولين، ولكن هذا الأنسولين غير قادر على العمل، غير قادر على الارتباط بالمستقبلات لهو يبلش بعمله بتنزيل سكر الدم. أهم عوامل الخطورة لوجود سكري نمط ثاني هو زيادة الوزن والبدانة، اللي هلأ كتير شائعة لأنه نمط غذائنا صار سيء، صار معتمد على السكريات البسيطة، على الكربوهيدرات. فالبدانة هي من أهم عوامل الإصابة بالسكري نمط ثاني. القصة العائلية أيضا، القصة العائلية كمان كتير مهمة. كل ما كان عندي أهل أو أقارب درجة أولى درجة ثانية مصابين بالداء السكري، كل ما أنا مؤهب أكثر من غيري للإصابة بالداء السكري. الإصابة السيدات بمبيض متعدد الكيسات أيضا هو من الأمراض اللي مرتبطة مع الداء السكري. وجود عوامل خطر أخرى استقلابية مثل فرط شحوم الدم، فرط الكوليسترول، ارتفاع الضغط، الإصابات القلبية أيضا ممكن تكون مترافقة مع الداء السكري. في نسبة من المرضى بيكون عندهم سكري خلينا نقول غير مكتشف، ولكن بمجرد أخذ أدوية مثل الاستروئيدات أو الكورتيزونات بتأهب للإصابة بالداء السكري، خاصة اللي عم ياخدوا كورتيزونات فترة طويلة. كمان أيضا هذا من أهم عوامل الخطورة للإصابة بالداء السكري من النمط الثاني. تماما. حابب أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، أنتوا هلا عم تسمعوا إذاعة بوير FM على الموج 103.5. برنامج صحتك بالدنيا. ضيفتي بالاستديو دكتورة جين ياور اسماعيل، إخصائية بأمراض الغدد الصم وداء السكري، خريجة ماجستير ودراسات عليا من مشافي الأسد الجامعي والمواساة. موضوعنا عم نحكي عن السكري وأنماطه، يعني إذا صح التعبير يعني أنواعه أو أشكاله، لحتى نبسط لكم الموضوع. طبعا الدكتورة شرحت لنا نقاط مهمة كتير، ولسه كمان
فيكم تسمعوا معلومات مهمة جدا. لكن لحتى تستفيدوا، أي حدا حابب يسأل لا تترددوا، شيلوا السماعة وحكوا معنا 429 101. أيضا عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة بوير عربي وراديو بوير، عبر كومنت رح نجاوب على أسئلتكم. المستمعين اللي عم يسمعونا أيضا عبر فيكم تنضموا عبر الواتساب 093 82 80 81 4. دكتورة، حكينا عن العوامل المسببة أو الممرضة إذا جاز التعبير. يا ترى المضاعفات اللي بتأدي له مرض السكري شو هي؟ طبعا. هلا كتير مهم انه مريض السكري ياخد وقت كتير مهم بالعياده ليعرف اختلاطات الداء السكري مشان يكون واعي للوقايه من هي الاختلاطات. وانا يعني اثناء فحص اي مريض بحب انه فهمه انه هذا المرض يعتبر مرض جهازي. يعني هو بدايه السكري للاسف من بدايه التشخيص بيكون قادر على احداث اذيه وتلف بالنهايات العصبيه والاوعيه الدمويه الدقيقه اللي بتغذي كل اعضاء الجسم. ففينا نبلش من بدايه الجسم. اول شيء السكري قادر على احداث اذيه في شبكية العين قد تؤدي للأسف إلى الإصابة بالعمى. فالسكري يعتبر من العامل الأول الأساسي للعمى حول العالم. يعني أغلب المرضى اللي عندهم فقد رؤية بسبب الداء السكري بمراحل بمراحل معينة، يعني مرحلة معينة، خاصة عند المرضى اللي لهم فترة كتير طويلة سكري وعلاجهم خليني أقول غير مضبوط، يعني أرقامهم لسه مرتفعة. فهو السبب الأول للإصابة بالعمى حول العالم. فالداء السكري قادر على إحداث أذية بالشبكية قد تؤدي إلى العمى للأسف. شغلة تانية، الداء السكري هو أهم سبب للإصابات القلبية الوعائية. أي مريض سكري معرض أكثر من غيره لاحتشاءات قلبية، للاحتشاءات الدماغية، للأسف إلى انسداد شرايين الطرفين السفليين. تمام. أيضا فكل الأوعية تبع الجسم معرضة بسبب الداء السكري للانسداد. تمام. فأذية شبكية العين، الإصابات القلبية الوعائية. نجي على الأعصاب. أي مرضى سكري أغلب المرضى بتسألهم في عندهم خدر وتنميل بالقدمين باليدين، حماوة أسفل القدم. في مريض لا سمح الله سكري ممكن يحرق حاله مثلا بالدفاية أو بالصوبة من دون إحساس، لأنه هون الإحساس عنده معدوم. فكمان الداء السكري للأسف قادر على إحداث اعتلال بالأعصاب. للأسف كمان وجود الإصابة الكلوية شائعة كتير عند المرضى السكري. أغلب المرضى اللي بيغسلوا كلاوي هن مرضى سكري. فأنا كتير بهمني إنه مريض السكري لما بيطلع من العيادة يكون في عنده شوي وعي زائد خوف. أنا إذا كان سكري مضبوط وأرقام سكري منيحة عشت حياتي بحماية لجسمي، وبالعكس لما بيكون سكري عالي مرتفع ماني ملتزم بحمية أو بعلاج مناسب، فأنا يعني في قدامي إصابة عينية، إصابة قلبية، إصابة كلوية، إصابة عصبية للأسف. دكتور، حتى أحيانا يعني بيتطور المرض لاستئصال أجزاء من القدم، يعني القدم السكرية بتر القدم السكرية. هاي كمان نتيجة الأعصاب دكتورة ولا؟ هلا القدم السكرية دائما آليتها يعني خليني أقول مشتركة بين تلف الأوعية الدموية، سواء كانت أوعية دموية أو كبيرة أو صغيرة. الكبيرة مثل ما قلنا الانسدادات اللي بتصير بشرايين القدم، زائد تلف الأعصاب. فهي القدم السكرية دائما وعائية عصبية، في عندي أذية بالأوعية وفي عندي أذية بالأعصاب حسب القرحة الموجودة. للأسف في قرحات ممكن نحن نعالجها بالبداية، علاجات التهابية، تنظير، ضمات، وللأسف في حالات متقدمة قد تحتاج للأسف إلى بتر. تماما. الأخ إسماعيل سموي طالب صيدلي مقيم بألمانيا عم انضم لنا بكومنت. بعد إذنك ممكن تسأل الدكتورة كصيدلي شو يقدر ينصح المريض أو يقدر يعطي أدوية بدون المراجعة لدكتورة أو دكتور؟ وشكرا لكم. طبعا سؤال مهم كتير أكيد الدكتورة. هلأ أول شغلة عند مريض السكري نحن بنعملها دائما تحليل سكر دم، تحليل وظيفة كرياتينين ووظيفة كلية، وتحليل لخمائر الكبد. لأنه أنا ممنوع أكتب أي دواء سكري لبين ما أشوف وظيفة الكلية ووظيفة الكبد. لا سمح الله إذا عندي قصور كبدي، قصور كلوي، بداية بارتفاع أرقام الكرياتينين، هون أنا في عندي أدوية بدي أتحاشاها أكيد. وبالمقابل رقم السكر بالضبط، مثلا علاج رقم سكر 300 أكيد ما مثل علاج رقم سكر خليني أقول 160. حسب الأرقام يعني. تماما حسب الأرقام. في مرضى بنبلش معهم بدوايين سوا، في مرضى دواء واحد، في مرضى للأسف فورا أنسولين. فوصفة من الصيدلية ممنوع. صح أكيد. دكتورة، هلا خلينا شوي نرجع لوراء لموضوع الأنماط. النمط كيف بيتحدد دكتورة؟ في الأرقام من الكذا؟ لا يعني يا ريت لو كمان
عنه. هلا أول شيء النمط يتحدد بالصورة السريرية للمريض. النمط الأول بيجيني مريض غالبا صغير بالعمر، عنده هزيل نحيف، بداية ضمور عضلي حتى ممكن، لأنه الأنسولين هو من الهرمونات البانية، فحتى عضلات هذا المريض بتكون هزيلة. ارتفاع السكر غالبا بيكون عندهم مفاجئ، يعني بين يوم وليلة هذا المريض فاق حس حاله عم يبول ويشرب مي زيادة، يمكن بيحدد حتى نقطة البدء إنه أنا من يومين بلشت، مو إنه من قبل. قصة سريرية كتير مهمة، والفحص السريري. عكس المريض النمط الثاني ممكن يجيني ببدانة له 4-5 شهور عم بيعاني من بوال، سهاف، تعب. علاماته السريرية مثلا في عنده شحم حول البطن، في عنده علامة مثلا شواك أسود بالرقبة، والعلامات الجلدية الدالة على المقاومة على الأنسولين. تماما. فهي كتير بتجينا استشارات جلدية أحيانا للأسف، إنه بعم يدهنوا مثلا مفتحات أو هيك، ما عم تروح. هاي ما رح تروح إذا ما نزل وزني وخف النسيج الشحمي عندي، يبلش الأنسولين يخف من جسمي ويبعد عن الإصابة الجلدية. فتحديد نمط أول أو نمط ثاني كتير مهم. الفحص السريري ممكن في عندي اختبارات دموية تنعمل، هو البيبتيد سي، هو بيبتيد مفرز من البنكرياس مرافق للأنسولين. إذا شفنا البيبتيد سي على حدود الدنيا هذا موجه للنمط الأول، لأنه البنكرياس فاشل بإفراز الأنسولين. بالعكس إذا شفنا بيبتيد سي بالحدود الطبيعية أو شوي عالية، هذا دليل مقاومة على الأنسولين، فهو يوجه إلى النمط الثاني. النمط الأول ممكن يكون في عندهم أضداد بالجسم، اسمهم الأنتيجاد أو الأنتي أنسولين، أو الأضداد مهاجمة للبنكرياس، ممكن كمان نعايرها بالدم، أيضا ارتفاعها موجه للنمط الأول. لكن بشكل عام نمط أول أو نمط ثاني كتير معتمد على فحص المريض. تماما. ذكرت إنه عم تطولوا بفحص المريض أو ربما الجلسة مع المريض. تماما، يعني الحكي يمكن أكثر من الفحص. أكيد. لذلك عم نشوف المريض اللي عم يفوت عند الطبيب بيطول المريض السكري، لأنه هو ما في فحص ولكن قصة سريرية، الكلام أكثر. تماما. توعية وأسئلة لحتى تقيمي الوضع. تماما. يعني رح أذكر مستمعينا اللي عم يسمعونا أنتم هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفتي بالاستوديو دكتورة جين ياور اسماعيل، إخصائية بأمراض الغدد الصم وداء السكري، ماجستير ودراسات عليا من مشافي الأسد الجامعي والمواساة. موضوعنا هو السكري وأنماطه، موضوع مهم كتير حقيقة، وبنتمنى أنه الكل يستفيدوا، حتى اللي ما عندهم هالمرض هذا تكون عندهم فكرة عن المرض ده. دكتورة، حكينا عن موضوع المضاعفات إنه عوامل الخطورة أو لشو رح تؤدي. يا ترى على شو بتعتمدوا على الإجراءات التشخيصية؟ تمام. هلا كل مريض يتشخص داء سكري دائما في عندي 3 اختبارات تشخيصية كتير مهمة. هو السكر الصيامي، طبعا صيام 8 ساعات كافية لإجراء تحليل سكر على الريق. سكر بعد الطعام بساعتين أو السكر العشوائي يعني غير صيامي، والخضاب السكري أو السكر التراكمي اللي بيكشف لي إصابة السكري من 3 شهور الماضية لقبل. فدائما عندي 3 أرقام تشخيصية، فيني أعمل 2 منهم أو فيني أعمل واحد مكرر مرتين. أنا يعني الطبيب دائما بيكون حر التصرف حسب كل حالة، يا أما بدي أعمل اختبارين منهم، يا أما بدي أعيد واحد منهم مرتين. هلأ بالنسبة للأرقام كتير مهمة لنحط تشخيص الداء السكري. هلأ كل رقم سكر صيامي أكتر أو يساوي 126 هو داء سكري. كل رقم سكر بعد الطعام بساعتين أو عشوائي غير صيامي أكتر من 200 هو داء سكري. وكل خضاب سكري أكتر من 6.5 هو داء سكري. تمام. هلأ بنجي على الأرقام اللي خليني أقول حدية. أنا هاي الأرقام بتهمني كتير كطبيبة سكري، لأنه هاي رح تشخص لي مرحلة ما قبل السكري اللي هي ممنوع تعتبر أرقام طبيعية. وللأسف في كتير مخابر لهلأ بتحط لي الرينج تبع السكر مثلا من 70 ل 110. 110 ما أنه طبيعي، 101 ما أنه طبيعي، 105 ما أنه طبيعي. دائما الرينج بيجي المريض مثلا يعتبر سكر طبيعي، طبعا هذا الكلام مرفوض. فأي تحليل سكر فوق 100 وصل من 100 ل 126، يعني 126 وفوق نحن قلنا سكري. أما من 100 ل 126 صيامي هذا اسمه ما قبل سكري. سكر بعد الطعام بساعتين أو عشوائي ما وصل لل200 بس هو من 140 فما فوق كمان هو يعتبر مرحلة ما قبل سكر. وخضاب سكري أكتر من 6 أيضا يعتبر مرحلة ما قبل سكري. أنا كتير عيني على هدول المرضى، لأنه أنا بمجرد الوقاية والشرح من الحمية ممكن منظم سكر خفيف أو وقاية أنا أحمي المريض من الوصول لمرحلة الداء السكري والاختلاطات. فهي المرحلة الرمادية هاي كتير مهمة للمرضى أكتر من مرضى الداء السكري. فكل شيء رقم سكر فوق 100 صيامي أكيد ما هو طبيعي. هلأ بنجي على الأرقام الطبيعية. سكر الدم تحت 100
صيامي أكيد طبيعي، وسكر دم بعد الطعام بساعتين أو عشوائي تحت 140 كمان طبيعي، وخضاب سكري أقل من 6 أيضا يعتبر طبيعي. تماما. دكتورة، قبل ما نروح لسؤالنا الثاني، طبعا الأخ فريد زيدان بعد سؤال على البث المباشر. بالنسبة لعمر الفوق 50 عام، ما هو الحد الطبيعي لمستوى سكر الدم وما هو الحد الخطر؟ وشكرا لكم. تمام. طبعا في سلامات خاصة أكيد رح توصل له. تمام. هلا الأرقام اللي حكيناها تنطبق على جميع الأعمار. تمام، ما في رقم عمر 50 60 طفل أو حتى كذا. طفل. تمام. حتى الأطفال، نحن الأطفال حكينا إنه إصابتهم غالبا تكون صارخة، فممكن يجينا الأرقام الأطفال 300 400 نعم. 500 للأسف. فهدول الأرقام اللي حكيناها تنطبق على جميع الأعمار، سواء كان 50 60 40 طفل، تنطبق على الجميع. كل شيء سكر فوق 100 صيامي غير طبيعي حكما. خلينا نشرح للمستمعين إنه السكر صيامي يعني إنه المريض تتحضر. صيامي يعني صايم على الريق، فقط ماء يعني فقط مي 8 ساعات. تمام. بعد الطعام بساعتين، يعني تغدينا مثلا أو فطرنا بعد ساعتين رح نعمل تحليل سكر. أو العشوائي هو أي فترة من اليوم من دون صيام عادي. يعني الخضاب السكري يعني غالبا لا يطلب له صيام، لأنه هو يكشف ال3 شهور الماضية وسطي السكر، عميق أكثر ما هو. تماما. دكتورة، بعد التشخيص وتحديد النمط، طبعا الطبيب أكيد رح يلجأ للعلاج. والعلاج ايمت بيكون دوائي وايمت بيكون مثلا الامور الثانيه اللي رح تشرحين لي اياها؟ تمام. هلا اول شيء، اول خطوه، اول قاعده لعلاج مريض السكري سواء كان نمط اول او نمط ثاني هو الالتزام بالحميه. تمام. الحميه خليني اقول هي 90% من العلاج، لانه كل ما المريض عم ياخذ ادويه وما انه ملتزم بالحميه، خليني اقول 50% من الدواء اللي عم ناخده يعتبر على الفاضي يعني. لانه انا عم اكل وعم دخل على جسمي حريرات وسكريات، وبالمقابل عم باخذ ادويه. فاول شيء بدي وعي المريض عليه وبدي احكي له عنه عن العلاج هو الالتزام بالحميه. تمام. هلا الحميه بتحب نحكي عنها هلا؟ بتحب الحلقه؟ لا. الحميه اهم شغله انه المريض ما يعتبر حاله محروم من كل شيء. في كتير مرضى سكري بيجوا بيقولوا لي انه مثلا انا لي 10 سنين ما حطيت بتمي لقمه رز، ما حطيت بتمي لقمه بطاطا. هذا مو صحي، هذا ما صحي. بالعكس، النشويات تماما النشويات هي قاعده الهرم الغذائي يعني مريض السكري، ولكن بكميات محدوده. يعني انا مو ممنوع اذا معي سكري، مو ممنوع اكل رز، مو ممنوع اكل برغل او خبز او هيك، لا بدي اكل ولكن كمياتي محدوده. فاول قاعده هي تحديد كميه النشويات، سواء كانت خبز، رز، معكرونه، برغل، بطاطا، فريكه، دائما موجوده حتى على طاوله الاكل تبعنا، ولكن بكميات محدوده بدي احددها. تقريبا صحن صغير ما بنتجاوزه. خلص هذا الصحن وحاول انه عدم تماما ما راح تزيد منه. اعتمادي الاساسي البدء والاكثار من الخضار مع كل الوجبات. كل الخضره تمام تعطينا الياف، بتعطي احساس بالشبع، بتخليني اقلل كميه الكربوهيدرات وما راح ترفع لي السكر، ورح تخلي سكر الدم عندي متوازن من دون هبوط او صعود للاسف. الشغله الثانيه المضغ فترة طويلة. كل ما أنا مضغت اللقمة فترة طويلة كل ما حرضت هرمونات الشبع وخليت إنه أنا ما أزيد من هاي الأكل. والتركيز بالطعام، يعني أنا لما أكل، في عالم مثلا أكل بيتفرجوا على التلفزيون، بياكلوا بيلعبوا على الموبايل أو بيتفرجوا على ألعاب. تماما. فأنا بدي حاول تركيزي مركز على الطعام مشان حاول إنه كميتي تكون قليلة. فتحديد كمية النشويات، الإكثار والبدء من الخضار. دائما طبخة البيت نحاول تكون مشوية أو مسلوقة، يعني الإكثار من الزيوت، الدسم، الدهون، الأكلات المقلية بدي يكون حذر منها لأنه بتزيد الخطورة القلبية للأسف، وهي عبء على البنكرياس لإنتاج الأنسولين. الفواكه طبعا ما أنا ممنوعة. كل مريض سكري بيحق له قطعتين فواكه يوميا، بيختاره هو. العصائر الطبيعية والكولا للأسف المشعر الجلوكوزي فيها كتير مرتفع، بمجرد ما أنا شربت كولا أو عصير فورا رح يعمل لي ارتفاع بمستويات سكر الدم. السكر الأبيض للقهوة والشاي كمان إذا قدرنا نتخلى عنه كمان طبعا بيكون أفضل وأفضل. الحلويات، المعجنات، فطاير، شوكولا، كمان ما فينا نقول لمريض سكري أنت محروم منه. فينا ناكل قطعتين أسبوعيا، قطعة صغيرة، ونحاول الكميات السكريات البسيطة اللي عليها مثلا طبقة شوكولا أو طبقة قطر أو هيك نحاول نخففها. مرتين أسبوعيا حسب حالة كل مريض، ممكن مرة أسبوعيا، ولكن ما فينا نقول للمريض أنت محروم منه بالنهاية. تمام. فالنشويات، السكريات البسيطة دائما اعتدال. الخضروات كتير، والطبخ المشوي والمسلوق هذا كتير مهم بحمية مريض السكري. الشغلة الثانية ممارسة الرياضة صحية لكل الأمراض المزمنة الاستقلابية، سواء لارتفاع الضغط، السكري، الشحوم.
كل إنسان في عنده رياضة مناسبة له. أغلب الرياضات المهمة لمرضى السكري هي المشي، حركة شوي الهرولة، شوي مشي سريع يعني، بالإضافة لاستخدام البسكليت سواء كان جهاز رياضة أو جهاز عادي، لأنه هدول قادرين على حرق السكريات وحريرات بطريقة مزبوطة. حتى إذا المريض ما عنده وقت ممكن 3 أيام أسبوعيا، تقريبا شيء نص ساعة، يعني معدل 150 دقيقة أسبوعيا. إذا قدرنا نعملها بيكون نحن عملنا رياضة مناسبة للسكري. طبعا حسب كل مريض، في مرضى مثلا عندهم آلام مفصلية، عندهم ديسك، عندهم مشكلة، ممكن نعطيهم رياضات تانية. بس ممارسة الرياضة والحمية هو أساس معالجة المرضى الداء السكري سواء من النمط الأول أو النمط الثاني. تماما. سؤال الأخ إسماعيل أيضا عم يقول بعد إذنك جهاز الصغير تبع السكري الموجود بالصيدلية بيعطي نسبة دقيقة لسكر الدم؟ وشكرا. هلا للأسف آخر فترة عم نشوف كتير اختلاف بالجهاز الإصبعي، إما شرائح عم تجي مضروبة أو الجهاز مانو معاير آخر فترة. فأي تقرير تشخيصي أو تعديل دواء يفضل سحب الدم العادي المصلي يفضل. بس مثلا في مرضى عندهم أجهزة بالبيت موثوقة معايرينها ممكن الاعتماد عليها، بس أي تشخيص أو معالجة حصرا سحب دم. أكيد. دكتورة، طبعا بآخر لقائنا دائما وهدفنا أو هدف البرنامج هو الوقاية والنصائح للمرضى. فعبر منبر بوير وبنصائح الدكتورة جين ياور إسماعيل رح نختم لقائنا إنه في كتير من الملاحظات هي اللي حابين إنه الجهة المستهدفة هي المرضى أو عامة الناس، الأطباء الزملاء اللي لازم يكونوا متعاونين ضمن الاختصاص والاختصاصات الأخرى أيضا، يعني إذا صح التعبير إنه التطفل على الاختصاص، خليني هاي أنا أقول هاي يعني ونصائح وقائية مثل ما ذكرتي الأمور الرياضة والحمية وهالأمور هاي. هلا أول شغلة قبل ما نعطي الوقاية أو الرياضة أو هيك، في كتير أدوية سكر حديثة حاليا، خلينا نقول ما حديثة، يعني تقريبا واصلة لسوريا من 3-4 سنوات. هي من الأدوية المفضلة عالميا لأنه بتعمل حماية قلبية وعائية، بتحمي العيون، بتحمي الكلية، بتخفف عبء على البنكرياس. تمام. وبالمقابل في عندي أدوية للأسف مطلوبة كتير بالصيدليات والمريض معند معه دائما ورقة أو كرتونة للدواء، بدي هذا الدواء حسنا. هدول الأدوية صارت عند الدول العالم المتقدم من أسفل قائمة أدوية السكر الفموية. فكتير في مرضى متشبثين بهذا الدواء. تمام. وللأسف في أطباء متشبثين بهاي الأدوية. فأي مريض سكري ببداية التشخيص هو من حقه ينحط على دواء يعمل حماية قلبية للمريض. تمام. ويخفف عبء على البنكرياس. هدول الأدوية متوفرة وبأسعار مناسبة وموجودة بالصيدليات وموجودة بسوريا. هن أدوية من فئة الإمباكليفلوزين أو الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر إنهبيتور، آلية عملها على الكلية، وهلأ تعتبر دواء قلبي أكثر من دواء معالج للداء السكري. يعني بتعمل حماية قلبية للمريض وبتخفف عبء على البنكرياس. فأنا كمريض سكري صار في عندي دواء حديث، أبدا مو غلط إنه أنا أعدل أدويتي. في كتير عالم مصرة على نوع دواء واحد. هذا الشيء أنا يعني لو لا سمح الله أي حدا من أهلي مصاب بداء السكري، أنا أكيد رح أختار له من هي الزمرة الدوائية، سواء كنت طبيبة أو سواء كنت طبيبة غير سكرية. يعني أحيانا الدكتورة ما بيكون في استجابة على الأرقام، يعني ما بتهبط. يعني غير إنه ما بتهبط، صار عالميا مجبور طبيب السكري أول دواء يحطه هو هاي الصنف من هي الزمرة، لأنه أنا مهمتي كطبيب سكري مو بس نزل السكر، بدي أعمل حماية قلبية لهذا المريض. فهي الأدوية موجودة ومنتشرة وكتير مهم إنه أنا بلش فيها، سواء كنت طبيب عام عم مارس السكري أو سواء كنت مريض سكري وأنا أدويتي تعتبر شوي قديمة. فأبدا مو غلط أنا أتحول لأدوية حديثة آمنة بتعمل وقاية من الإصابات القلبية. هاي أول شغلة. للوقاية العامة ونصائح عامة، أي إنسان عمره فوق 40 سنة لازم يعمل تحليل سكر. اسمعوا يا مستمعين. حتى بعدم وجود قصة عائلية أو علامات خطورة. هلأ بوجود علامات خطورة ممكن قبل عمر 40 سنة، مثلا حدا عمره 35 سنة عنده بدانة، عنده والدته أو والده مصاب بالداء السكري، في عنده تعب، في عنده شوي أعراض، أبدا مو غلط نعمل تحليل سكر، لأنه كل ما شخصنا المرض بكير كل ما نحن حطينا علاج مناسب، حمية مناسبة، وحمينا حالنا من تطور الاختلاطات. فالوقاية أكيد يعني خير من العلاج. فأي إنسان ما يتردد أبدا يعمل تحليل سكر، بالعكس بيكون إنسان حضاري وعم يحمي حاله من الإصابات المستقبلية للأسف. شغلة تانية مرضى السكري، أهم شغلة بالتوعية والنصائح هي الالتزام بالحمية والالتزام بالمعالجات الدوائية، وكل فترة لازم نزور طبيب السكري
السكري على الأقل مع تحليل سكر، مع فحص عام، يعني مو بس مرة واحدة مثلا أخذنا الدواء وخلص يعني ما رجعنا، لأنه في أدوية مثلا ممكن نخفض جرعتها نعلي جرعتها دائما يكون مريضنا مضبوط. شو يعني كلمة مضبوط؟ يعني أنا رقمي السكري الصباحي لازم يكون تقريبا من 70 ل 110، بعد الأكل ما أتجاوز ال 140، تقريبا بحدود الأرقام الطبيعية. في كتير عالم بتفكر مثلا رقم سكر مع الدواء 200 على الريق أو 160 على الريق منيح، خلص بستمر على دواي وعلى حميتي. لا طبعا 160 على الريق 200 على الريق قادر على إحداث إصابات أو اختلاطات. فدائما كل مريض في عنده أرقام سكر محددة لازم نوصل لها للهدف. فدائما الزيارة المتكررة لطبيب السكري أبدا ما غلط، زيارة دورية. تمام. الشغلة الثانية بشكل عام أي مريض حتى مو مصاب بداء السكري بس معرض مثلا، تخفيف الوزن، الالتزام بالحمية، ممارسة الرياضة، إن شاء الله قادرة أنه تقدر تعمل لنا حماية من تطور داء السكري. بنهاية اللقاء الجميل وبتشكر الدكتورة جين ياور إسماعيل على الاستضافة الحلوة. شكرا. والمعلومات القيمة. نتمنى لك النجاح والتوفيق دكتورة. ألف شكر لك. يا رب. شكرا. بنتشكركم على حسن الاستماع مستمعينا ومتابعينا، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. ضلوا بخير وسلامة.